دلوقتي انا يعتبر اعلى سعر في الماركت، وفي نفس الوقت بيجي لي الدريم كاستمرز اللي انا عايزهم عشان خاطر المعادله دي. المعادله دي فكرتها ببساطه انك لازم تفهم انت بتقدم فاليو عامله ازاي. انت الحاجه اللي بتديها للناس قد ايه بتغير حياتهم وبتفرق معاهم وبتساعدهم ان هم يكونوا ناس احسن في الحياه. قد ايه اللي انت بتديه لهم ممكن فعليا يجيبوا اضعافه بمجرد بس ما انت اديته لهم. لازم تبقى فاهم ان الفاليو بالنسبه للعميل هو ايه؟ ان انت تحقق له دريم اوتكم اللي انت عايزه، بلس انك تديله perceived likelihood of achievement. يعني ايه perceived likelihood of achievement؟ يعني لازم تديله lead by example. انت الدريم اوتكم ده هتطلعه له ازاي؟ تفهمه. مشكله الماركت انه ما بيفهمش العميل انا بعمل ايه، فالعميل بيبقى شايف ايه ده، انت جايب لي حته صوره وعايز تاخد عليها 50,000 جنيه؟